السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة جاية لكم بطريقة جديدة، وصفة سهلة جدا جدا. صينية بطاطس بالفراخ بمكونات سهلة جدا، موجودة في أي بيت، هتعجبكم إن شاء الله بإذن الله. عندنا معايا في الوصفة فراخ منقوعة بالليمون وخل ودقيق، ومع منقوعة لمدة ساعة لحد ما الزفارة بتاعتها تخلص وخلاص بقت نظيفة وزي الفل. معانا بطاطس وبصل مقشراهم، تمام. هقطعهم دلوقتي معاكم وهوريكم. ومعايا تلات معالق صلصة. دي بتحمر الفراخ وبتحمر صينية البطاطس وبتديها شكل حلو قوي 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 وطعم حلو كمان، لان الصلصة دي صلصة جاهزة بس انا كنت حاطاها في الفريزر فعشان كده مجمدة شوية. اخدت منها 3 معالق او معلقتين كبار، اللي انتوا عايزينه برضو واللي انتوا تحبوه. نيجي بقى على وعندنا طماطم معصورة في الخلاط عادي جدا، 4 طماطميات أو 5 اللي تحبوه. أنا الطماطم عندي خفيفة فعشان كده أنا زودت الطماطم اللي هي الصلصة الجاهزة، تمام. عندنا هنا بقى في البهارات، عندنا بقى البهارات دي بقى على حسب اللي انتوا تحبوها واللي انتوا ترتاحوا لها. انا حاطه فلفل اسود وملح. الملح ده حسب الرغبه. الفلفل معلقه، الكمون معلقه، بهارات الفراخ معلقه. عندنا هنا بصل باودر وتوم باودر بيدوا للاكل حلو قوي، طعم حلو قوي قوي. يبقى عندنا فلفل اسود وبهارات فراخ وكمون وملح وتوم باودر وبصل باودر، تمام. وعندنا هنا معلقه توم بتدي لصينيه البطاطس، مش عايزه اقول لكم بتدي ريحه حلوه جدا جدا، وانتوا كمان هتشموها وريحتها هتوصل لاخر الشارع. وعندنا هنا 3 ورقات ورق لورا. وعندنا هنا حبهان برضو بيدوا للفراخ طعم حلو قوي. وعايزه افكركم ان صينيه البطاطس الفراخ مع صينيه البطاطس لما بتتحط نيه في صينيه البطاطس ما تخافوش خالص، ما بتديش زفاره، بالعكس. الدهون بتنزل في البطاطس بتخليها طعمها حلو قوي قوي. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا هقطع البطاطس والبصل وهرجع لكم تاني وتابعوني. بصوا يا بنات، انا ما عملتش اي حاجه غير ان انا قطعت البطاطس والبصل وحطيتهم في الصينيه اللي عندي. دلوقتي بقى هبدا اتبل الفرخه، تمام. هنحط بقى التتبيله اللي انا وريتكم البهارات على الفرخه. انا ما عملتش حاجه غير ان انا حطيت البهارات وبايدي، انا طبعا غاسله ايدي كويس واحنا اللي هناكل يعني. هدعك الفرخه كويس قوي قوي قوي، وهدخل البهارات كلها اللي انا حطيتها. عايزه تزودي بهارات زودي براحتك، طبعا دي حسب يعني براحتك. فادخل البهارات والصلصه، معجون الصلصه الجاهزه. بامانه الصلصه الجاهزه دي بتدي شكل ولون حلو قوي قوي قوي، وبالطعم صينيه البطاطس وكده. دلوقتي خلاص خلصنا هغسل ايدي وهرجع لكم. دلوقتي يا بنات انا غسلت ايدي خلاص. هحط بقى الفرخه اللي انا حطيت فيها البهارات والطماطم، هبدا احطها في صينيه البطاطس. احط بقى الفراخ في صينيه البطاطس، والبهارات اللي هنا هبدا انزلها بايدي برضو كده على البطاطس والبصل، وهنزل بقيه البهارات اللي عندي في الطبق اللي هم الثوم وورق اللورا والحبهان، تمام. اهو اهو هبدا اعجن بقى المعجون ده بايدي كده. ولو انتي محتاجه بهارات تانية تقدري تزودي. بصوا بتفركي البصل كده بايدك، بتفركي البصل بايدك كده والبطاطس. عايزه تزودي كميه البطاطس زوديها، عايزه تزودي الفرخه زوديها. انا بعمل بالكميه دي وبتطلع رهيبه رهيبه رهيبه. بتدعكي كده البصل بايدك كده. طبعا انا غاسله ايدي كويس قوي 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 وغسلاها واحنا اللي هناكل يعني. انا مش بحب البس جوانتيات وكده، بحب اعمل بايدي، بشتغل بايدي، ماشي.
خلاص كده خلصنا. وطبعا عايزه اقول لكم ان تقطيعه البطاطس لا سميكه قوي ولا رفيعه قوي، يعني بتخليها وسط. هغسل ايدي وارجع لكم. بصوا يا بنات، انا الاول كنت منزله نص الطماطم، هنزل الباقي. تمام، هنزل باقي معجون الطماطم الجاهزه الحمراء، وهحط ورق اللورا والحبهان والثوم البودر، وهنحط صلصه الطماطم اللي عندنا بس لسه مجمده، فهحطها على النار وهي هتفك مع نفسها. خليكم معايا. دلوقتي يا بنات انا حطيتها على البوتاجاز، شغلت النار طبعا على نار عاليه، واول اما تغلي انا حطيت الطماطم هي هتفك، واول لما تغلي هوطي عليها خالص، مش هحطها في الفرن الا في الاخر علشان بس تاخد وش عندي. اخر حاجه بقى هعملها، هحط معلقه زيت كده بس على الوش، هنحط معلقه زيت بس كده. تمام خلاص. اول لما كله بيدخل في بعض بقى وتبدا تغلي، هحط عليها النار وهسيبها لحد ما تستوي، وبعد ما تستوي هحطها في الفرن تاخد بس وش بس كده، وهعمل جنبها رز بالشعريه هعمله معاكم برضو. خليكم معايا تابعوني. نسيت اقول لكم بس يا بنات اللي لازم تغطوا الصينيه، تغطوها لحد ما تخلص عشان تستوي. بصوا يا بنات، انا هعمل الرز بالشعريه جنب صينيه البطاطس بالفراخ. تعالى اقول لكم، بصوا معايا كده هعمل ازاي. هحط شويه زيت، شويه زيت حلوين كده عشان هعمل هحط الشعريه بتتحمر. انا طبعا سخنت الحله كويس قوي قوي قوي، وهحط الشعريه. انا عايزه الشعريه لونها ذهبي. تمام، خليكم معايا عشان اوريكم اللون الذهبي. مش عايزاها محمره قوي، مش عايزاها لونها ذهبي. خليكم معايا وهوريكم اللون الذهبي. بصوا، انا بعمل الشعريه، البطاطس بدات تغلي. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي قوي قوي، وريحه الثوم مخليه ريحه الصينيه حلوه قوي. صينيه البطاطس. انا عايزه اقول لكم ان انا قلبت الفراخ على وشها علشان تستوي احسن. هبدا اوطي عليها لما تبدا تغلي قوي كمان غلوتين كمان، وهبدا اوطي عليها وهسيبها تستوي براحتها لحد ما الصلصه تتسبك. بصوا يا بنات، اللي بقعد اقلب في الشعريه عشان تتحمر من كل الجناب، بقعد اقلب فيها. تمام، وعايزه افكركم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو اعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم وطريقه الاكل عجبتكم. اعملوا لي لايك وكومنت حلو منكم، واشتراك للقناه علشان قناتي تكبر بيكم. بصوا يا بنات، ده درجه الحمار الذهبي اللي انا عايزاها، ده درجه الحمار بتاعت المكرونه الشعريه اللي انا عايزاها. بصوا هحلكوا الفريز عشان لو انتم مش شايفينها، هو اللون حلو قوي قوي قوي. بصوا ده اللون الذهبي، اتحمرت اهي من كل الجناب اهو. هبدا انزل الرز المغسول، غسلاه كويس قوي 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 لحد ما النشا اللي فيه طلع. وانا حطيت كوبايتين ونص رز، هبدا احطه الرز المغسول وهبدا اقلب الشعريه في الرز، وهقعد اقلب شويه حلوين كده. هفضل اقلب عشان الشعريه كلها دخلت في الرز. احنا بنحب الشعريه كتير، انت لو عايزه تقللي قللي، بس انا بحب الشعريه كتير قوي قوي في الرز. بنعاير الميه ازاي؟ احنا حاطه كوبايتين ونص ميه، هحط كوبايتين ونص ميه ونص كوبايه للشعريه عشان تستوي. هقلبها كويس وهرجع لكم. دلوقتي هبدا احط لكل كوبايه رز كوبايه ميه. تمام، وهزود ميه تانية للشعريه. بصوا يا بنات، البطاطس اهي ما شاء الله غلت، الريحه والله قلب البيت.
هتعجبكم، جربوها وهتعجبكم. اول لما تغلي كده هبدا اوطي النار عليها واسيبها بقى مع نفسها لحد ما تسبيكه البطاطس كلها تتشرب. الرز اهو هبدا احط ملح، احط معلقه. تمام، هو على حسب الملح، على حسب الرغبه. بس كده. اول لما الميه دي تتشرب برضو هوطي عليه واسيبه يتردد كده مع نفسه. بصوا يا بنات، الميه بتاعت الرز اتشربت اهي. هبدا اوطي عليها، هبدا اوطي عليها للاخر كده لحد ما يستوي، وبعدين خلاص يبقى كده الرز خلص. بصوا يا بنات، هو كده صينيه البطاطس كده خلصت كده. الصلصه اتشربت اهي. دلوقتي هدخلها الفرن تاخد، اشغل الشوايه، مش هشغل الفرن، هشغل الشوايه بس تاخد وش وهقفل عليها. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان تتفرجوا على الشكل النهائي. بصوا يا بنات، انا كده دخلت الصينيه الفرن، شغلت الشوايه علشان هتاخد وش كده والفراخ تتحمر والبطاطس، وهفرجكم بس لما تطلع. بصوا يا بنات، ده كان شكلها النهائي. احلى صينيه بطاطس بالفراخ هتدوقوها في حياتكم، احلى رز بالشعريه. حلوه قوي قوي قوي. بصوا انا عايزه اوريكم بس ان البطاطس دايبه ازاي. بصوا، وعايزه افرجكم حته كده من الفراخ دايبه دايبه ومستويه خالص خالص. هتعجبكم جدا جدا جدا. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. واللي وصل معايا لاخر الفيديو انا طبعا بشكره جدا جدا، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. يلا، مع السلامه.